امك يا ابني. كلمة بابا يا ماما. لحظة يا سيدي، لحظة يا ولدي، لحظة. فأنا قد تاب الله علي واتبعت الدين الجديد. فأبوك من الجنس الآخر. إيه ده، حواجب باينة؟ حواجب. ايوه باينة. حواجب، لا لازم شعر الحاجب عورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا يوسف. مين دي يا ابني؟ في واحدة جاية تشحت يا بابا. طب اديها حسنة وخليها تمشي. ازاي حالك يا سيدي؟ أنا هو انت ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ أنا متوضية، مش هينفع أسلم عليك كده. طب شوف انت رايحة فين؟ انت ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ كيف الحال يا أبا يوسف؟ ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ لقد بلغت من العمر عامي 30 وقررت أن أتوب إلى الله وأرتدي الزي وأبطل مقالب وأتقي الله في بيتي وفي زوجي. ليه وانت جاي من اهل قريش ولا؟ شعر حواجبي باين؟ شعر الحاجب من اهل قريش ولا اعلنت اسلامك امتى؟ أنا لقد هرم بي الزمن وقررت يا سيدي الفاضل أن أتوب إلى الله وأرتدي النقاب. هتتكلمي عدل ولا جم اوكلك الشبشي؟ ماذا بك يا سيدي أنا؟ هتتكلمي عدل؟ ماذا بك يا سيدي أنا؟ سمحتي؟ ألم يعجبك هذا الرداء؟ والله اصل مش لاقي عليك والله. انت منين من النقاب اساسا؟ انت مش عايزه تنقبي في وشي، عايزه تنقبي في لساني بس مش اكتر. إنك لتهدي من أحببت ربنا ولكن يهديك يا الله أختي. يهدي من يشاء. ربنا يهديك يا اختي. ماشي، بس انت تعرفي قيمه اللي انت لابساه؟ هتعلم يا سيدي. اتكلمي عادي. ها؟ مش هقدر أتكلم لأن صوت المرأة عورة. لا اله الا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوه الا قررت أن بالله. أتوب إلى الله. لا اله الا الله. قررت أن أتوب إلى الله يا سيدي الفاضل. عودة كريمة يا سيدتي، مرحبا بك. فخس عليك. هل تريد مني شيئا؟ شكرا، مع ألف سلامة. جزاك الله خير الجزاء يا أبا يوسف. افتح الباب وفي 60 داهية. لعلمك سيدي الفاضل فالنقاب أرتديه بوجهي ولكن لساني عقربة زي ما هو. قال لا. ايوه، انت مفكر يعني ايه؟ لا يا حبيبي، انت سكت فيها ولا ايه؟ بنى على حقيقتي. هو انا ما اعرفش ابقى مؤدبه؟ بنى على حقيقتي. نفسي ابقى مؤدبه. بنى على حقيقتي. ايه هتبقى بمؤدبة يعني؟ انت ايه يعني؟ شايفة نفسك ايه؟ الناس شايفيني شريره، الناس شايفيني شريره وبعمل فيك مقالب وانت ما تنطقش. حسبي الله ونعم الوكيل. فيك. قولها تاني والنبي. قولها تاني. امشي امشي. انا ما اعرفش ابدا اعمل فيك مقلب يكمل على خير. ايه يا سيدي انا؟ طب يا سيدي اعمل حاجة اصدقك. سيدي سودو انا بقى سيدي انا.